حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو اللي ابتدى يبرد بالليل واحنا قاعدين في البيت؟ وبما اننا كلنا متجمعين في البيت عايزين ناكل حاجة حلوة وكمان تكون حاجة سخنة، وانا بالنسبة لي عايزة حاجة كمان ما تكلفنيش كتير. ربنا ألهمني، قلت هم شوية فطير أحشيهم بالكستر وأغرقهم كده بالسكر البودرة وشوية مكسرات اللي موجود عندي في البيت، زبيب، جوز هند، إن شاء الله سوداني، الجودة بالموجود. وانزل بقى على الفطير ده المحشي واللي متغرق سكر بشوية لبن سخنين مولعين يخلوا الفطير يدوب كده وانا باكله دوب. الوصفة دي وفرت كل اللي أنا عايزاه، حاجة حلوة وكمان سخنة وكمان تكاليفها بسيطة، بشوية دقيق ومية وملح عملنا فطير ولا أجدع فطاطري. طب ما يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ازاي الفطير بسرعة على طول. ومقادير وصفتنا فعلا بسيطة جدا، كل اللي محتاجينه شوية دقيق أي كمية انت عايزاها. أنا هنا عملت كيلو دقيق، حطيت عليه معلقتين سكر كبار ومعلقة ملح صغيرة. قلبت المقادير الجافة دي مع بعض كده، مش فاضل لي غير المية، يعني الفطير مش محتاج غير دقيق وسكر وملح ومية، وكل الحاجات دي موجودة عندنا في البيت. هقلب بقى الدقيق في المية شوية شوية لحد ما الدقيق يختفي والطبق بتاعي ينضف. عجينة الفطير بتكون مش طرية، لازم تكون متماسكة، وبتستخدمي دقيق عرقه قوي. هفضل ألم كده الدقيق بالمية، أنا هنا استخدمت تقريبا 2.5 كوباية مية لكيلو الدقيق. وبعد ما لميت العجينة من الطبق هنزل بالعجينة على الرخامة وهفضل أعجن فيها لحد ما الخشونة اللي في العجينة دي تروح وتبقى ناعمة. ولو العجينة كبيرة في إيديكي أنا بقسمها نصين واشتغل في كل نص شوية علشان العجينة ما تبقاش كبيرة وتتعبني. وبعد ما قعدت أعجن في العجينة دي مدة كده 7-10 دقايق لحد ما العجينة نعمت معايا والخشونة دي راحت، حطيت بقى الجزئين اللي كنت قطعهم على بعض وقعدت ألم في العجينة. وبعد ما عجنت العجينة كويس ولمتها وبقت كورة ملساء بالشكل ده، هبتدي بقى هقطعها كده كور، يعني وزن الكورة تقريبا لو عندك ميزان 200 جرام. انا الكيلو ده طلع لي تقريبا من 10 ل 12 كورة، لو انت ما عندكيش ميزان هتقطعيها من 10 ل 12 كورة. ومعاكي صاج رشاه بقى بالدقيق، هبتدي بقى كل القطعة اللي انا قطعتها دي اكورها واديها كده ملمس ناعم. يا ريت كل حتة كده تعجنيها كمان كده قبل ما تلميها كمان مرة علشان العجينة تزداد نعومة معاكي. لمي بقى كل قطعة وخليها كده شكلها كورة مستديرة ورصيها في الصاج اللي احنا رشينه بالدقيق. وبعد ما كورنا كل العجينة بالشكل ده لازم أدهن وشها بشوية زيت علشان وشها ما ينشفش، وهغطيها واسيبها ترتاح يجي نص ساعة. وعلى ما العجينة ترتاح هنعمل حشوة الكاستر اللي هنحشي بيها الفطير. معايا نص كيلو لبن، حط عليه معلقتين سكر، نزلت بمعلقتين 3 بودرة الكاستر اللي مدوباها في شوية مية أو في شوية لبن بارد الأول. هقلب لحد ما القوام يبقى سميك معايا ويعمل لي كده فقاقيع، يبقى كده خلاص استوى الكاستر. اهم حاجه القوام ما يبقاش سميك قوي، لو طخنت منك بتزوديها شويه لبن او ميه. انا عايزه القوام يكون انسيابي ناعم بالشكل ده. بعد ما عمل الفقاقيع طفيت عليه وزودته كمان معلقتين جوز هند علشان ازود طعم الكاستر. وفي الاخر هنزل كده بحتتين 3 زبده، اسيبهم كده على الوش، وهغطي الكاستر ده على طول بكيس تلاجة فتحته علشان ما يعمليش وش. معايا بقى الخليط اللي هدهن بيه، معايا سمنة فلاحي وزيت، ونزلت عليهم بعد ما سخنتهم مع بعض بمعلقتين قشطة علشان يدي العجين الطراوة والطعم الجميل. وده العجين بتاعنا بعد ما سبناه ارتاح وغطيناه كده بشوية زيت وغطيناه بكيس تلاجة علشان ما ينشفش. هبتدي بقى اخد شوية من خليط السمنة والقشطة والزيت وانزل كده بأول كورة، وامسحي ايدك بخليط السمنه والزيت ده دايما على طول والقشطه، وابتدي افردي العجينه طول ما هي انت دعكتيها كويس وارتاحت كويس هتتفرد معاكي بكل سهوله. شدي بقى العجينه ودخلي كده تحتيها هوا وخليها شفافه، عايزاكي كده تشوفي ايدك كده من تحتيها. بعد ما توصلي للفرده اللي انت محتاجاها خدي بقى معلقتين من الكاستر افرديهم كده في نص العجينه، ما تزوديش عن معلقتين،
وممكن تحطي عليه كمان شوية جوز هند، شوية زبيب، شوية مكسرات اللي تحبيه، وممكن تعملي بالكاستر بس. الفطير ده يا جماعة أنا عملته معاكم أكتر من مرة، هسيب لكم الفيديو بتاع الفطير المشلتت والفطير اللي بالصدق في صندوق الوصف. ابتدي بقى اتني أجزاء الفطير، ومع كل تانية ايديكي بتدهن الفطير بالسمنة والزيت والقشطة، وهنحطه في صينية مش مدهونة أي حاجة. تعالوا كده نعمل كمان واحدة. مسحنا الرخامة بشوية سمنة وزيت، فردنا ايدينا على طول في السمنة والزيت واحنا بنفرد. شوية القشطة اللي حطيناهم ده بيخلي ريحة الفطير وطعمه حاجة ما تتوصفش يعني. خدنا شوية الكاستر فرشناهم في النص. انت بقى ممكن تغيري الحشوة، انت عايزة تعمليها بالصدق، عايزة تعمليها سادة، عايزة تعمليها بالسكر، بس زي ما تحبي. وزي ما قلت لك احنا عملنا مع بعض الفطير المشلتت والفطير اللي بالصدق كله بنفس الطريقة، انت بس بتغيري الحشو. ادي الصاج بتاعنا، هنزل كده بالفطير. نعمل كمان واحدة. شايفين العجينة ماشية معاكي بكل سهولة، ليه؟ اتعجنت كويس وارتاحت كويس، حتى لو اتقطعت منك وانت بتفرديها ما فيهاش مشكلة. اهم حاجة ايديك على طول في خلطة السمنة والزيت في كل تطبيقة بتعمليها في الفطير. طبقت شوية سمنة وزيت، طبقت شوية سمنة وزيت، كله على الخفيف. لمي كده، شايفين؟ وممكن كمان يعني بعد ما تخلصي الفطير ده ممكن تحمريه في الطاسة على النار. شايفين الجمال؟ ولا في اسهل من كده. هم قاعدين بره بيتفرجوا على التلفزيون، انا دخلت عملت، ما خدش مني اي وقت ولا اي مجهود، وعملنا احلى حاجه حلوه ناكلها كده واحنا قاعدين في البيت. بعد ما خلصت خلاص كل الفطير بتاعنا، كان عندي شويه سمنه وزيت فاضلين مسحت بيهم الوش. هسيب بقى العجينه دي ترتاح تاني نص ساعه، وهولع الفرن على اعلى درجه حراره. لو فرنك بيتولع من تحت ومن فوق هتدخليه على اعلى درجه حراره. كمان انا بقى هسويه في فرن الغاز، انت في فرن البوتاجاز العادي بتاعك، اهم حاجه يكون سخن جدا. ونشوفكم بعد ما يطلع من الفرن. وادي الفطير بتاعنا جوه الفرن على اعلى درجه حراره يا جماعه، علشان ما ينشفش منك وما يتلونش تلوين جامد، يا دوب كده تلوين بسيط. بمجرد ما يطلع الفطير من الفرن وهو سخن لازم اغطيه بكيس شفاف، وكمان بفوطه مطبخ نظيفه، انا عايزاه يعرق وما ينشفش مني. ويلا بقى نحضر اول فطيره. شايفين طراوه الفطيره ولونها الجميل؟ اهم حاجه تغطيها كويس بعد ما يطلع من الفرن. غرقي بقى وش الفطيره بالسكر والمكسرات زي ما تحبي، زبيب، جوز هند، سوداني، بندق، اللي موجود عندك. وبسكينه مشرشره على طول قطعيه كده قطع زي الفطير اللي بيجيبوا من عند الفطاطري. الفطير سخن مولع وريحته مش قادره اقول لكم حلاوتها. شايفين جمال الطبقات؟ شايفين الحشوه؟ خدي بقى الفطيرة دي وقدميها في طبق التقديم. طبعا واحدة مش هتكفي، هنقطع كمان واحدة بنفس الطريقة. الفطير طري مية زي ما انتوا شايفين، السكر البودرة وهو سخنة كده الفطير، وشوية الزبيب والمكسرات، ولفي وقطعي. ظبطي كده الفطيرة وقطعيها قطع كده متساوية. احنا نجيبه من عند الفطاطري متقطع ومعمول بالشكل ده، وحطيها جنب اختها. طبعا اتحركي بقى بسرعه كده ورشي بقى وغرقيه كده بالسكر البودره، وانزلي بقى بالموجود عندك في البيت من المكسرات، زبيب، جوز هند، سوداني، بندق، اللي موجود عندك. وبعد ما ظبطناه بالشكل ده كده فاضل لنا بقى اللبن السخن المولع. حطي بقى لبن كده وتوصي، وقدمي مع الطبق جنبيه كده كوبايه لبن للي يحب يزود. شايفين الجمال؟ زودي سكر، حاجة كده تفتح النفس، يعني فعلا العين بتاكل قبل البق. وقدميه بقى بالجمال ده وجنبيه شوية اللبن للي يحب يزود. بمكونات بسيطة جدا، شوية دقيق ومية وسكر وملح، عملنا أحلى تحلية ناكلها واحنا كده قاعدين في البيت في الجو البرد ده. شوفي بقى انت لو هتشتري ده من بره هتشتري الفطيرة الواحدة بكام، وتبقي كمان شاكه في كل حاجه معموله بيها. انت عامله بقى بسمنه فلاحي ولبن، وعاملاه بايديكي اللي تتلف في حرير. زودي بقى السكر وقدمي كده بالشكل الجميل ده، علشان فعلا العين بتاكل قبل البق. وزودي اللبن وخدي بقى وكلي واستطعمي كده بالفطير وهو بيشر ودايب في اللبن دوب. ودي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى ان انتوا تجربوها.
وأنا متأكدة إنها هتعجبهم. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.